السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم معاكم عن المصباح الموجود قدامنا. طبعا كل الناس عدى عليها المصباح ده وشافوه اكتر من مرة، وبيتباع في السوق والمزادات على انه فيروز، ايا كان بقى مصدره منين، بيقولوا ده فيروز طبيعي. طبعا ده ليس له اي علاقة بالفيروز، ده عبارة عن خام الهولايت المصبوغ، يعني حتى مش خام الاصلي. الخام الهولايت بيجي ابيض، ده خام هولايت مصبوغ ليس له اي قيمة. بيتباع في الاسواق بال50 جنيه وال60 جنيه، يعني 15 ريال، 10 20 ريال بالكتير قوي، مش اكتر من كده. ليس له اي قيمه اطلاقا. وده الخام بتاعه المصبوغ، يعني هو ده الخام. حتى واحد يجي يقول لك انا ده وده الخام اهو عشان ياكد لك ده مش خام فيروز، ده خام هولايت مصبوغ. واضح جدا من شبكته، واضح جدا من لونه ان هو مصبوغ مش طبيعي. وده فص منه برضه، يقول لك فص فيروز، ليس له اي علاقه بالفيروز. اصل الخام ده هوريه لكم، هو ده الهولايت الابيض الطبيعي. ده مصبوغ ولا مش مصبوغ؟ غير مصبوغ تماما، ده لونه الطبيعي هولايت ابيض. وفي بعض الناس بتجيب ده وتقول ده فيروز ابيض وحاجه نادره. ده مش فيروز ابيض ومش نادر، ومتوفر بكثره وسعره رخيص جدا جدا. خلوني كمان افرجكم الفيروز الابيض بيبقى عامل ازاي، او اللي يتقال عليه فيروز لباني عندنا السيناوي، الغير معالج والغير مصلب، بيكون شكله عامل ازاي. ده فص من فصوص الفيروز الابيض او الفيروز اللباني. شايفين الفرق؟ وده غير معالج تماما، ده طبيعي 100%، لم يتعرض للتصليب ولا اي شيء من الخامات اللبانيه. برضو ده من الفيروز الابيض، او اللي يسمى الفيروز اللباني السيناوي، يكون بالشكل ده. وده برضو ده فيروز ابيض لباني، ده هولايت، قيمه متدنيه جدا. حتى الفيروز الابيض قيمته اعلى بكتير من الهولايت الابيض.